الشيء اللي داروا فريديكو فالفيردي الماتش تاع اليوم تبين باللي هذا اللاعب عنده قيمه كبيره، وهذا اللاعب واحد من افضل اللاعبين في العالم خصوصا في وسط الميدان، وهذا اللاعب بوليفالون تقدر تلعب به في لا ديفونس، تلعب به في لاطاك، تلعب به في ميليو تيران. تشوفوا اليوم لعب ايلي دار كرون ماتش، ماركا 3 بيت كيما راهم، تشوف باللي سيدي بينيتري فير لي بيت ما يهم والو، يعني تشوف باللي هذا اللاعب عنده كاليتي. اليوم نرجعوا للماتش تاع مدريد كونتر السيتي، هذا الماتش شكون اللي خسروا؟ انا بالنسبه لي خسروا بيب غوارديولا، يعني التشكيله الاساسيه اللاعبين الاساسيين اللي ما في تلعبهم كيما راين ايت نوري، راين شرقي والجميع تحطم سير البون دو توش، تلعب صافينيو قدام واحد جديد، تلعب كاتاتاكون في الماتش كونتر ريال مدريد، وتحوس سبريسيم في لافون، وزيد واش هي اورايلي دخلته اريير غوش في بلاصه ايت نوري، ومن بعد واش تعطيه باللي يدخل ميليو تيران، تسمى كوتي غوش راح يفرغ. هذاك هو الشيء اللي يعاون فالفيردي استغل لك هذه. شوف البيت الاول عدى ديريكتومون على اورايلي حب يولي ريكيبيري، ما قدرش. سي بون سيد راهو فالفيردي نعرفوه بلي عنده القوه البدنيه، بينيتر دخل حطها بعد والشبكه. يعني تشوف بلي مباراه اليوم تفلسيف تاع غوارديولا اللي ديما يتفلسف به، هذاك هو اللي خسر مانشستر سيتي اليوم ضد ريال مدريد. يعني وين كانت نتيجه واحد ما يستناها، الجميع كان يقول بلي ريال مدريد اللي خسر مع ايديتشي ويخسر مع ايبار ويخسر مع هادو راح يربح السيتي 3 امبوسيبل، وكل مره طاش فينيسيوس هذيك البينالتي يعني كانت راح تكون سكور لور. يعني انا نشوف بلي بيب غوارديولا مساهم بنسبه 60% في هذه الخساره، و40% الربحه تاع فريدريكو فالفيردي ما يتاح حتى واحد.